السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيتكم بهذا الجراتان، بغيت نتقاسموا معكم وصفة هايلة جدا. نرجو انه تعتمدوها وتطبقوها في جميع لي جراتان. راهي هايلة، تجي مشربة ويجي بنين ويبان معمر فرماج، وهو ما فيش في الاصل فرماج، كمية جد قليلة تقدري حتى ما ديريهاش. نبداو على بركة الله. نبداو على لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل كما يعرفوها الناس كل، كاين اللي يعرفها كاين اللي ما يعرفهاش. هي عباره عن 2 مغارف كبار زبده مع 2 مغارف ونص كبار فرينه. بعد ما تذوب الزبده نضيف الفرينه ونبقى نحمس فيها حتى نطيبها باش ما تقعدش ليش صامته. حمسيها مليح جيد جدا حتى تحسيها طابت ودخلت في الماده الدسمه اللي راهي عندنا هكذا. ومن بعد في جانب اخر، بعد ما تطيب الفرينه، نزيد نص اطرا حليب ونبقى نحرك بشويه، نضيف ونحرك نضيف ونحرك حتى كي تحسي ها بدات تعقد معاك. زدت لها مغرف صغيره جبن، اي جبن عندك، سواء جبن ذاك تاع البيدون ولا جبن المثلثات. هاي كيفاه تجي بعد ما حركتها، ما تنحيش يدك عليها نهائيا. وفي جهة أخرى نجيب بصلة صغيرة نقطعها مكعبات صغار، شوي زنجبيل، 2 سنات ثوم، وطرف زبدة، عفوا ومغرف زبدة، والفاحات عندي الكزبر، راس الحانوت، فلفل كحل، شوية من الآخر الملح، ونمرق حتى نقليها مليح. أي ماكلة بغيتيها تجيك بنينة قليها جيد جدا ونمرقها. ما تمرقيش بزاف، تاني تغطى الدجاج شويه برك، ماشي تغطى كامل. هاو بعد ما طاب لي الدجاج تاعي نحيه ونخلي المرق هذا. هاو كيف راكم تشوفوا. دركا لا بيشاميل تاعي درتها خاثره، ولكن لاحظتوا اني ما درت لها لا ملح لا فلفل كحل لا حتى اضافات. بعد ما فتت الدجاج تاعي كي برد، نروح لا بيشاميل نكملها الخطوه تاعها اللي بقات لها. دركا هاي المرق صفيته ونبدا نضيف فيه بشويه ونخلطه بالبراميكسور. نضيف بالطرف ونخلط بالبراميكسور حتى نتحصل على بيشاميل لا ديكستور تاعو اخف من المره اللي فاتت. هو عينك يا ميزانك، ما يجي خاثر بزاف، ما يجيك خفيف بزاف. تضيفي وتشوفي هاو كيفاه يجي هكذا. دوكا عليها انا ما ملحت وما داويت وما درت والو، بيسك المرق راهو فيه كامل لي زيبيس اللي يحتاجهم. وزدت له كاضافه، يعني تقدري تستغناي عليها، مغرف صغيره فقط تاع كريمه الطبخ كانت عندي، يعني بقات فيها شويه وكملت لها. ودرك نبدا نستف الكغاتان تاعي في المول هكذا نخلطو. عفوا قبل ما نستف قليت البطاطا بغيتي تقليها هكذا كيما لي فريت، ولا تقليها مكعبات هكذا، ولا ديري جريوات وديري باذنجان، ولا ديري ميم لي بات. المهم اي وصفه بغيتي تدخليها للفور معاها لا بيشاميل اعتمدي هذه الطريقه. المرق تاعك ما تستغنيش عليه. هاو بعد ما استفت اللحم، دجاج، بطاطا، حطيت لا بيشاميل تاعي كامل غطيتها، وكاضافه اخيره زدت لها شوي فرماج كميه قليله برك رابي من فوق، ودخلتها للفور هكذا للتزيين فقط. تقدري ما ديريهاش ويجي بنين. هاو المنظر تاعو النهائي قبل ما ندخلو للفور بهذه الطريقه هكذا. وشكرا للبنات اللي دخلتوا لي، وراني وصلت 1 كاب بفضلكم وبارك الله فيكم، ونرجو انه يعجبكم محتوايا. وها هي كيف جات مشربه، يجي بنين. الله تعتمدوا الوصفه وتجربوها وتخلوا